هو لازم يتعرض له يعني مره كل ساعه يتحط هذا الفيديو عشان الناس وده كمان يتعرض كل شويه، يعني ده هوا اهو بتاع ده لازم يتعرض كل شويه. بص في ولد واقف زي بيقولوا اطلع، فبيقول لهم انتوا عايزني اطلع، وراح مشاور بايده عشان تكلبشوني تقبضوا عليا. الله يا عم ولا حد هيكلبشك ولا بتاع. فعلا قاتل الله هذه القيادات اللي ملت دماغهم بهذه السموم. طيب على الجزيره سعد عماره جوه الجامع على فكره شكله سعد عماره بتاع دمياط وبيقول الجيش بيموتنا واحنا جوه الجامع. راجل كذاب. تحريض طبعا تحريض. فاحنا اهو المشهد قدام حضراتكم مباشر على الهوا، مباشر سعد على الهوا. عماره الكذاب. يعني الواحد يربق. بص بيرمي على الامن الكراسي. قاعدين عمالين بيسخنوا وبيحاول ان هو اللي يحتك بالامن. وبداوا يحدفوا. يعني نرجو بس ان هم شفت الضرب بدأ منين؟ شايفه. شوف الضرب بدأ من جوه الجامع بيحدفوا بحاجات وطوب. شايف يا يوسف؟ ده بقى بص الواح خشب. شفته. بدأت الكاميرات ادي المشهد بدأ اهو. اصرار الامن جه على الجنبين بيرجع. الامن بيرجع ما بيحاولش يعني الامن مثلا ما حاولش يجيب لوح الخشب يحدفوا عليهم تاني. الامن راح راجع فاتح احدف يا سيدي وانتهينا. ده جزء كويس جدا ان هو بيتعرض تاني علشان الناس تقدر تشوف، وعشان اخواننا الرفاق اصحاب هذا الفكر النقي المحترم يبقى فاهم. يا جماعه العيال جوه قاعده عماله بتحدف لدرجه انه في ناس عايزه تقفل الباب عليهم عشان ما يحدفوش الامن بحاجه. الامن هو اللي بيحتمي خارج المسجد. بس حد من جوه بيقول لهم خلاص، لسه برضو الحدف شغال. عصيان ده بقى الدور غالبا اللي بيلعبه سعد عماره. يعني رجل يعني خط الشاي برأسه وجزء من لحيته ويصر على انه يبقى كذاب. وكذب العيال بيضربونا وحالة التباكي. يعني حالة الغباء انها تصل بهذه الدرجة انه انت مش شايف الناس الدنيا بتتصور. يعني انا مش قادر افهم. طب بص تعالى برضو حاجة مهمة ان احنا نتناقش فيها يا خالد، هي فكرة وجود الدولة ووجود كل المواثيق او تطبيق وتفعيل كل مواثيق الحق الانساني. هل وجود كيان دولة وهذا الكيان يبقى كيان رصين وقوي وصارم وحاسم وحازم بيتنافى مع انه يبقى فيه كل التطبيق وكل التفعيل لمواثيق حقوق الانسان؟ يعني الحقيقه انا شفت دوله رصينه سويسرا لكن كل حقوق الانسان. اي ميثاق حقوقي في التاريخ كده قال انه التجمع المسلح الناس تسيبه وما تقربلوش. انا عايز حد من الزملاء برضو بتوع 9 منظمات دول يقولوا لنا اي ميثاق، يعني الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هو صدر في 48 او بعد كده العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ولا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه او اي حاجه من اللي احنا يعني شفناها كده او عدت علينا كويس. واحنا مش متخصصين يعني. كويس جدا. اي حاجه بتقول يجيبوا لنا كده ماده في اي ميثاق من مواثيق حقوق الانسان اللي احنا كلنا بندافع عنها وما زلنا لحد اللحظه دي. يقولوا ان التجمعات المسلحه، يقولوا ان التجمع المسلح لا يتم التعامل معاه. مفيش. يا زملاء يا جدعان والله العظيم 3 الدول اللي بتدفع بس مش عايزين نقول، الواحد مش عايز يتجاوز عشان برضو الناس بتزعل. يا مولانا مولانا بس عشان الناس بتزعل. مفيش حاجه اسمها تجاوز عند عرض الحق. بس مش هينفعونا لما نفقد بلدنا وما نلاقيهاش. مش هينفعوكوا ولا هينفعونا ولا هتلاقوا بلد تعيشوا فيها. مش هتلاقوا بلد تعيشوا فيها. الدول الداعمه لبعض المنظمات علشان خاطر تقدر تستكمل دورها. يعني احنا برضو ما بنقولش انه الدول دي بتمولك عشان انت بتعمل حاجه غلط. احنا فاهمين انه لما بيجي لك دعم هذا الدعم جاي عشان انت تقدر تكمل دورك في الدفاع عن حقوق الانسان وعن انه تقدر تعمل عمليه تنميه عقليه حقيقيه عند المجتمع. احنا فاهمين ده. لكن انت متخيل انه لاجل استمرار هذا الدعم هتلغي عقلك انت؟ اذا كنت انت عايز تنمي عقول تلغي عقلك ليه؟ يا يوسف استغفر الله العظيم. انا بس بيزعلني جدا من الناس دي انهم ما بياخدوش بالهم انه اللي ماتوا في المنيل، اللي ماتوا في بين السرايات 52 بني ادم. لا انسان برضه مواطن. ما هو انسان برضه. ولا انت ما تاخدش بالك من والاقباط اللي ماتوا والكنايس اللي اتحرقت؟ هي دي مالهاش علاقه بحقوق الانسان خالص. لا ما سمعتوش عنها؟ لا اطلاقا. لا. ولاقي لك ناس حاطه لي صوره بنت البلتاجي الله يرحمها الله يرحمها كل الاحوال.
الاقي ناس مفترض محسوبين علينا حاطين لي صورتها، صوره البروفايل وصوره الافاتار على حط صوره الحسين ابو ضيف كمان، وحط صوره ما حطيتش صوره الحسين يعني ما شفناكش يعني. او ما حطيتش صوره حد من اللي ماتوا في المانيال او من اللي ماتوا في بين السرايات، حد مش مشهور يا عم، حد مش مشهور يا عم، مش معروفين. مواطن من اللي اتقتلوا في المانيال، 52 بني ادم اتقتل يا عمنا. ها، واحد ناس خدت بعضها خرجت من عند معسكر النهضه، تمشي على كوبري الجامعه، تروح لحد جامع صلاح الدين وتعدي على نادي النيل، تضرب نار جوه نادي النيل. لما ابقى قاعد فلان الفلاني ولا فلانه الفلانيه ومعاهم عيالهم قاعدين في النادي ويتضرب عليهم نار، قول لي انت بس بتدافع عن انهي قضيه خاسره؟ هل البني ادم تحول الى شخص غبي ام انه تحول الى شخص اعمى البصيره، مش عاوز يشوف وبيشوف نص غير اللي هو نص ما بيشوفش غير اللي هو عاوز يشوفه؟ هل ده ضرب من ضروب المزايده مثلا؟ 52 بني ادم عايشين في المانيال اتضرب عليهم نار ماتوا. لما يبقى كل شهود العيان من اهالي المانيال يقول لك احنا كنا بنضرب بالنار باسلحه متعدده الطلقات او سلاح آلي ولا نصف آلي، مواطن له شرطه ولا هو جيش ولا هو حزب القرد ولا حزب الضفدعه، ناس قاعده في بيوتها بتتضرب، بتتمشى على الكوبري بتتضرب، قاعدين في النادي بيتضربوا، معدي جنب جامع صلاح الدين بيتضرب. فبعد كده بنقول فين حقوق الانسان؟ انا ما سمعتش صرختك على حقوق الانسان والناس بتتقتل على كوبري الجامعه، ما سمعتش هذه الصرخه، ما سمعتش صرختك القويه لدرجه انك انت تبقى عايش على نفس النغمه بتاعه اعلام بلاد بره وقت مجزره الاتحاديه. قعدت تكلمنا احنا، لكن فجأة لقيتك بتقول أيوة والإعلام الغربي يجب عليه أن يظهر الحقيقة وتدافع عن المراسلين الأجانب. أنا أما ألاقي حد أنا بحبه، لكن أبقى عارف إنه كان يوم الاثنين على ما أنا متذكر كان في بيت أحمد عارف بتاع جماعة الإخوان وقعد ساعتين في البيت، ويخرج هذا الحد يتبنى كل وجهات نظر الإخوان فجأة. إيه ده؟ أنا مش عارف أنت بتعمل ده عن قناعة ولا أنت بتبيع نفسك؟ أنا ما أعتقدش إنه من النوعية اللي تبيع نفسها، بس هل أنت تستطيع الاستسلام أو هل أنت وأنت راجل مثقف اسمح لي يا يوسف تستسلم لهذا العقل؟ إحنا عايزين بس معلش أستأذنكم يا زملاء تجيبوا لنا الصورة بتاعت مسجد الفتح كاملة، هاتوها فول سكرين، يعني هاتوا صورة مسجد بعد أنت إيه لقطت إيه؟ معلش بص حدف الطوب تاني من جوه، يعني حتى واضح إن هو بيكسروا الجامع جوه بيحدفوا على الناس. لا ودلوقتي يقعد يقول لك معلش بقى، يعني يضرب ما زالت الجزيرة بقى بتقول بقى ولا لا زميلة ولا هي الجزيرة، ما زالت قناة الجزيرة الإرهابيين والكذابين بتقول إنه طيارات والجيش هيقتحم والجيش هيموتنا وبنتعرض لإبادة وبتاع، والمشهد قدامكم. اخواننا بقى يعني خلي بالك قوات الامن هي اللي بتمنع الاهالي، واخد بالك يا يوسف؟ الاهالي بص يعني الاهالي يعني هم عايزين يدخلوا يردوا ماسكين اللوحه الخشب اللي بتتحدف عليهم وعاوز يحدفها جوه الجامع، الامن بيرجع الاهالي لورا، بص اهو عمال بيشاور له بيقول له لا، يا العسكري بيقول الولد الشاب عمال بيزقه من عند صدره بيقول له لا ارجع. الجزيره قاعده عماله بتتباكى. الاستغاثات دي ممكن يكون مقصود بيها انه يجي لهم ناس طبعا، فلازم يكون الطرق لمسجد الفتح دي متأمنة بدل ما الناس اللي واقفة دي تلاقي حد جاي لها من ظهرها. انه ده اللي احنا شفناه من خطاب محمد مرسي قبل عزله، ده اللي احنا شفناه من محمد بديع، ده اللي احنا شفناه من محمد البلتاجي على منصة رابعة، وهم بيقولوا استغاثة ومش استغاثة، وهوب نلاقي فجأة أعداد قاعدة عمالة بتنضم وبتمارس حالة العنف. خدتش بالك من اللقطة دي؟ معلش طلع المصحف. قال يعني هو كده خلاص يضرب ويحدف وبعدين يطلع المصحف. هو انا اللي دخلت الجامعه اكسره واحدف الحيطان بتاع الجامع على الناس ولا انت اللي عملت كده؟ انت بتكسر الجامع وبتحطمه وترمي الحطام على الناس اللي بره وعلى الامن، وفي الاخر خالص تروح مطلع لي المصحف. انت كده خلاص انت مؤمن حاجه في جوه دخان وفي حاجه ولا يعني بيولعوا الجامع زي ما ولعوا جامع رابعه قبل كده. افتح بقى الشاشه بس كده، في واضح ان في نار جوه، مفيش حد بيضرب غاز، واضح ان في دخان من جوه، وهم بيحدف عليهم ميه وقاعد عمال بيرش عليهم خرطوم ميه. يا عم وانت في حد لمسك؟ الله لا شفت وبيترمي عليهم مش ممكن اللي بيجرى. طيب هذه الصورة المنقولة نقلا حيا مباشرا واضحا
قدام حضراتكم. فانت شايف الجزيره تقول ايه بقى؟ الامن يلقي قنابل الغاز على على المعتصمين داخل المسجد. شوف الكذب بتاع العلم ده، اللقطه باينه اهي. طب انت شفت بعينيك؟ ماسكين طفايه الحريق بيحدفوها. المواطن شاف بعينه. نعمل ايه تاني؟ هتفضل برضه تاني مجموعه رفاقه يجي يقول لك نحن نرفض ما حصل في مسجد الفتح، لقد اقتحموا المسجد عنوة وقتلوا لا اله الا الله. طالما انت منصف، انت راجل حقوقي وسياسي وناشط منصف، خد هذه الفيديوهات وانقلها قدام العالم يا اخي. استخدم دورك جوه المنظمه الحقوقيه اللي انت بتشتغل فيها ولا جوه التنظيم السياسي اللي انت تابع ليه، واعرض الحق بالكامل بالكامل. ده وده، خد الفيديو ده واعرضه، وريه للعالم يا اخي. طب هنعمل ايه تاني؟ بس انا معاك 100% انه من الوارد انه اللي بتعمله الجزيره ده عمليه شحن وتحفيز لانه كتائب الجماعه تنزل. لا هو واضح يا يوسف ان في تواصل بين الناس اللي جوه وبين قناه الجزيره جوه، لانه لما موجوده جوه. خلي بالك لما يمسك طفايه الحريق يشتغل بيها وفي نفس اللحظه الجزيره تطلع تقول ان الامن بدا في اطلاق قنابل الغاز جوه المسجد، ده اتفاق. ده محمد مرسي وهو خارج من السجن بيكلم الجزيره. بالظبط كده نفس طريقه التواصل. محمد مرسي خارج هربان من المعتقل، يعني خارج معتقل ويروح متكلم، فجاه يلاقي عنده تليفون، يطلع التليفون GSM، يطلع التليفون ثريا عن طريق الساتلايت، لكن حافظ قناه الجزيره موشمها على دراعه زي اهالينا زمان لما كانوا يجوا الصعيد يكتبوا عنوانهم على دراعه. فجاه راح مطلع الرقم، فجاه راح مكلم الجزيره وبدا يعدد في انه ما حصلش حاجه، ما حصلش اطلاق نار، ما حصلش كذاب كما جرت العاده. يعني ايه ده؟ برضه هي نفس القناه هي اللي موجوده لحظيا تقول اصل حصل كذا. في اتفاق، في سيناريو، احنا هنقول كذا وفي اللحظه الفلانيه هيحصل كذا، فلازم نروج لشكل ما في تفسير الحدث. طب يا اخي ما هو الناس شافت